الأجهزة الإدارية في مصر أخذت قرار بإغلاق محلات بلبن. فروع تعدت ال 160 فرع تقريبا داخل الجمهورية تم تشميعها بالكامل. وصدر بيان عن مجلس الوزراء إن في عدم اتباع للإجراءات الصحية، وكإجراء وقائي تم إغلاق كل فروع براند بلبن. الحقيقة الموضوع كبير جدا وشكله فيه حوارات كتيرة، إما غسيل أموال، إما عدم اتباع للإجراءات الصحية والإدارية، أو قرصة ودن، لأن بلبن كان عمل إعلان في رمضان أسقط فيه على أحد المنافسين الكبار في المجال واللي بقالهم أكتر من 100 سنة بيشتغلوا. بلبن انتشر حوالي داخل الجمهورية 160 فرع، عمل فروع في المملكة العربية السعودية، المغرب، الإمارات، وخلال رمضان الماضي تم إغلاق عدة فروع ليه في السعودية بسبب تسمم العديد من المستهلكين بعد تناول الحلويات في المحل. الحقيقة البراند غريب جدا، ولفت انتباهي خلال الفترة اللي فاتت إن في محلات كبيرة جدا في مصر زي ألبان الملكي، ألبان سونيستا، ألبان زاهر، ألبان المدينة المنورة، الشيخ وفيق، محلات عمرها بيتعدى أكتر من 50 سنة، لدرجة إن الملكي نفسه المحلات بتاعته من سنة 1917 ما انتشرش الانتشار الكبير ده داخل الجمهورية أو خارجها خلال عمره اللي تعدى 100 سنة. الأمر فعلا غريب جدا وبيطرح تساؤلات كتيرة جدا عند المصريين. أتمنى إن الحكومة تطلع بمنتهى الشفافية والموضوعية، تبين وتعلن للناس السبب الخفي والحقيقي وراء إغلاق البراند ده. الشيء اللي لفت انتباهي في براند بلبن إن خلال الأربع سنوات اللي فتح فيها الفروع بتاعته اللي تعدت 160 فرع داخل مصر، إنه ما بيشغلش لا بنات ولا سيدات خالص، وده بيطرح تساؤل كبير جدا جدا عن الخلفية الفكرية بتاعت أصحاب المحل والتوجه بتاعهم، إما يكونوا سلفيين أو منتمين للجماعة المحظورة اللي كل المصريين عانوا منها الأمرين بسبب تطرفهم الفكري. خلونا نشوف الأيام اللي جاية هيظهر فيها إيه، وأتمنى إن الشعب يوصل للحقيقة ويتم بيان الأمر للناس كلها علشان يعرفوا السبب في إغلاق محلات بلبن.